من النهاردة هتكوني شاطرة فيه جدا جدا، هتكوني اجدع واحدة واشطر واحدة تعمل فطير. شايفين مورق ازاي؟ حلو جدا وطري، ممتاز. وكمان ممكن تعملي مشروع من بيتك، وانت في بيتك تعملي مشروع حلو جدا جدا، تعملي فطير كده بقى كده وانت في بيتك وتبيعي منه. حلو قوي قوي. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وامشوا معايا في الفيديو خطوة خطوة عشان تشوفوا طريقة الفطير بالظبط وطريقة نجاحه عشان يطلع معاك مورق كده وحلو. اول حاجة كده يا جماعة، جبت 3 كيلو من الدقيق لان انا هعمل النهاردة كمية. 3 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم 6 معالق من السكر. الكيلو الدقيق الواحد لو هتستعملي كيلو حط له معلقتين سكر ونص معلقة صغيرة من الملح. تمام. انا بقى حطيت 6 معالق سكر ومعلقة ونص صغيرة من الملح. تمام كده. المية طبعا ملهاش معيار ولا مقدار ولا اي حاجة. ليه بقى؟ لان احنا يا جماعة الفطير ما المية بتاعته ما بنعايرهاش، بنحط مية شوية بشوية لحد ما العجين يلم معانا. طبعا المية اللي انا بستعملها دي بقى ايه؟ مية دافية زي دمعة العين، لا مية لا سخنة ولا ساقعة، مية دافية عادية خالص. ببدأ احط شوية بشوية واعجن لحد ما العجين لم معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. عجينة الفطير يا جماعة لازما تتعجن كويس جدا، بتقعد كتير تتعجن، يعني مش اقل من ربع ساعة. تقعدي ربع ساعة اقل حاجة، تقعدي تعجني فيها كتير كتير. اول ما تلاقي العجينة بقت تمط معاكي كده، عاملة مطة كده زي الاستك، تعرفي ان شايفين ادي المطة اللي انا ماسكاها بايديا دي. اول ما تلاقيها مطت كده كده خلاص العجينة كده بقت ممتازة معانا. حطيت حوالي 3 4 معالق كده من الزيت بس الم بيهم العجينة عشان بتلزق في ايديا. وخلاص وهسيبها تستريح، لازما تستريح كويس جدا. طبعا عجينة الفطير مش فيش فيها خميرة خالص، فبسيبها نص ساعة. شايفين بعمل بصباعي ازاي؟ بقعد اغرز صباعي في العجينة، بلاقي كده صوابع معلمة في العجينة، بيبقى كده ممتازة واستريحت معانا. قطعت العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ اقطعها قطع او كور. ال3 كيلو من الدقيق عمل لي كام كورة؟ عمل لي 25 واحدة من الكور او القطع اللي انتوا شايفينها دي. ليه بقى؟ لان انا هعمل 5 فطاير. 3 كيلو عملوا لي ما شاء الله اللهم بارك 5 فطاير. كل فطيرة بعمل فيها 5 كور. تمام كده. كل فطيرة عملت 5 كور. ادي اول كورة معانا. ببدأ افردها بالزيت، بحط الزيت وبفرد بالزيت يا جماعة. بتاع الفطير او محلات الفطير بيفردوا بزيت. تمام. ببدأ افرد بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. العجين هيتقطع معاكي عادي خالص، بيتقطع براحته، كله بيتلم وبيبقى حلو برضو معاكي. فما تلاقيش لو العجينة اتقطعت معاكي زي ما انتوا شفتي. يبقى انا هفرد بالزيت. اما التوريق فهيبقى زبدة على سمنة. الطبق اللي انتوا شايفينه ده سمنة بلدي على زبدة. تمام. انا استعملت زبدة فرن وكمان سمنة بلدي، سيحتهم على بعض كده وببدأ اورق بيهم. بفرد على زيت. ادي تاني كورة اهي، عملت كورة ولمتها. وادي تانية بفرد بزيت. وبعد ما بتتفرد معانا كده زي ما انتوا شايفين، ببدأ ايه؟ احط الزبدة على السمنة كده في قلبها، وابدأ الم العجينة زي ما موضح قدامكم في الفيديو بالظبط. ادي تاني كورة. هحط الكورة التانية. ادي اول واحدة انا لميتها رحت جايه حطها في قلبها. هبدأ احط بقى واحدة جوه واحدة جوه واحدة لحد ما اجمعهم 5. شايفين؟ ادي 2، يبقى انا لميت كده 2 في بعض. وادي الكورة التالتة برضو بفردها بزيت بالشكل ده. وبعد ما بتتفرد معانا وبتبقى رقيقة، حاولي ترققي العجينة على قد ما تقدري عشان تبص تلاقي الفطير معاكي مورق ورقيق وزي العسل زي ما شفتوه في اول الفيديو كده. اديني فردت اهو بالشكل ده. حطيت برضو ايه؟ رشة كده من الزبدة على سمنة. وببدأ احط الكورتين اللي انا لميتهم اهي. يبقى كده 3 رقات، يبقى كده عملت 3 وحدات في بعض، واحدة جوه واحدة جوه واحدة. تمام. ادي الرابعة برضو بفرد بزيت اهي، مش بحط زيت كتير، حاجات بسيطة. طبعا الكور اللي انا قطعتها يا جماعة ال25 قطعة بعد ما قطعتهم بسيبهم يستريحوا تاني عشان نسيت اقول لكم على الموضوع ده. يعني انا عجنت وسبتها نص ساعة وبعدين قطعت قطع، وبعدين بتسيبيها كمان نص ساعة. مش بتقطعي وتفردي على طول، لا بتسيبيها كمان نص ساعة وبعدين تقطعي وبعدين تفردي. تمام كده اهي. شايفين؟ ببدأ برضو رشة زبدة على سمنة وببدأ احطهم وبلم العجينة بتاعتي بالشكل ده.
يبقى انا كده عملت كل فطيرة 5 رقات، خدت 5 كور لكل فطيرة، وادي اخر واحدة معانا. 5 كور يا جماعة لكل فطيرة. انت بقى عايزة تعمليها 2 3 6 7 براحتك خالص، مش لازم ان انت تعملي 5. يعني ممكن تقللي تكتري اكتر من كده، تبقى عدد الفطيرة رقاتها اكتر واكتر، عادي. براحتك خالص. تمام بالشكل ده. وده برضو هحط ادي كده يا جماعة فطيرة ب5 رقات. تمام كده بالشكل ده. شايفين تحفة جدا. الزبدة حلوة قوي يا جماعة، بتخلي الفطير طري كده ومورق. بعد ما حطيتها كده في صينية مدهونة دهنة زبدة على سمنة، بسيبها نص ساعة وببدأ افردها. ديت اول واحدة عملتها، اول واحدة عملتها هي اول واحدة بفردها وبحطها في الفرن، تكون خلاص عدت يجي نص ساعة. تمام كده. ببدأ اعملها افردها زي ما انتوا شايفين كده وبدخلها الفرن. الفرن بتاعنا يكون على الاقل شغالة قبلها بشوية، لازم أن يكون سخن جدا قبل ما تبدأ في الفطير. تمام. حطيته كده بعد 7 8 دقايق بدأت الفطيرة تقب معانا، شايفين. بسيبها بقى تستوي معانا على درجة حرارة 200. تكون الفرن لازم يكون سخن كويس جدا. اول ما يبدأ ياخد لون بسيط كده من تحت بتشغلي الشواية. ده لو الفرن بتاعك اللي هو ايه، الشواية لوحدها والفرن لوحده. لكن لو بيشتغلوا الاتنين مع بعض بتشغلي الشواية والفرن مع بعض. بعد ما بطلعهم بقى كده بحطهم بقى في شنطة كده او في كيس او تغطيهم بأي حاجة عشان يقدروا يبقى طري. تمام بالشكل ده. بعد كده بتاكلي احلى فطير مورق طري وجميل. شايفين الرقات بتاعته حلوة قوي قوي قوي. لازم تجربوه وتمشوا بالخطوات ديت عشان يطلع معاكي مظبوط. ايه رأيكم؟ ادي ما شاء الله اللهم بارك ال3 كيلو عملولي 5 فطاير حلوين كده وكبار. شوفوا انتوا بقى لما انا جيت سألت الفطيرة الواحدة من ديت الحجم ده بكام، طلعت بمبلغ. ما تنسوش بقى لايك واشتراك. سلام عليكم.